مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. ضجت منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن خبر وفاة الممثل التونسي القدير فتحي الهداوي منذ قليل، ونزل الخبر كالصاعقة على كل محب المبدع التونسي فتحي الهداوي في كل مكان، الذي انتشر خبر رحيله بشكل فجئي ليتساءل أغلب الشعب التونسي عن سبب وفاته الذي هز قلوبهم. خرج الصحفي التونسي صديق الراحل فتحي الهداوي الآن الصحفي سمير الوافي المعروف في منشور له يوضح تفاصيل مخفية عن صديقه، وقال: رحم الله صديقي العزيز فتحي الهداوي. خبر محزن جدا، والغريب أن الأقدار شاءت أن يرحل في عيد ميلاده وفي أيام رحيل بشار الأسد ونظامه الذي حرم زوجة فتحي وعائلتها المعارضة من العودة إلى بلدهم سوريا منذ سنوات طويلة، وكأن فتحي انتظر حتى اطمأن على عودة زوجته وحبيبته وأم أطفاله إلى بلدها ليرحل مطمئنا عليها وعلى عودتها إلى وطنها بعد حرمان طويل وشوق كبير، دون أن يرافقها ويعيش فرحتها ويشاركها الأشواق، وربما تكون عودة نهائية بدونه. موجع جدا هذا الفراق ومحزن جدا هذا الرحيل. كان هذا أول تعليق للصحفي المعروف سمير الوافي صديق الراحل فتحي الهداوي بعد خبر رحيله بدقائق فقط، الذي هز كبرى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان. إن لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. دعواتكم له مشاهدينا الكرام بالرحمة والمغفرة في التعليقات. جزاكم الله كل خير. إن لله وإنا إليه راجعون.